كونك بيزي مامي مش معناه انك تنسي نفسك ابدا. انا ممكن اكون مشغولة بس قررت ابدأ يومي بدري. والحقيقة بقى ان مش عاملة كده عشان انجز ولا حاجة. انا قررت اصحى بدري عشان افتكر نفسي. في ايام كده بتقومي حاسة انك مش عارفة تروحي فين او تعملي ايه، بس نفسك تقعدي مع نفسك. انا قررت ابدأ اعمل كده واصحى من بدري. عملت قهوتي وحضرت فرنش توست. بصراحة كان فطار بسيط، بس دي كانت أمنية بالنسبة لي إن أعمله في روقان، وأنا بتنفس ببطء، وأنا مش بفكر في حاجة غير الحاجة الوحيدة اللي أنا بس بعملها، إني بحضر القهوة والفطار. وأنا قاعدة كده ومستمتعة، قد إيه حسيت إن الوقت ده مهم ومش رفاهية، ومش عشان أنجز، لأ ده عشان ليا أنا، عشان أخد بريك شوية. حقيقي لو هتجربي حاجة واحدة الفترة دي، جربي تصحي بدري عشانك وعشان تجربي المي تايم الصبح قبل ما البنزين يخلص اخر اليوم، وبتبقي بتعملي المي تايم عشان هو واجب مش اكتر. وبعد كده اتفرجت طبعا على سابع جار. المسلسل ده يا جماعة لو كان حقيقي كنت اتمنى ابقى جارتهم. ودي كانت امنية بيزي مامي النهاردة. سلام.